مقابر المسلمين إذا وجدت هنا فليدفن فيها، وإذا لم توجد ففي بلده. نصائح للشباب المقبلين على الزواج: لا تفعلوا. إلا إذا ما زلت كلمة الجملة، إلا إذا عرفتم بأي شيء تتزوج. والشباب طبعا هذا يدخل فيه الذكور والإناث. لأن شوف، ما أقول لك شيئا أيها الشاب وأخبرك خبر رجل تزوج. ما هو الزواج؟ تبعات ومسؤوليات. لذته عمرها شهر، بعد ذلك تأتي المعقولية والواقعية والمسائل. لماذا تتزوج؟ أنت شوف ربك سبحانه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. في رواية الترمذي حديث ابن مسعود عن 5: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله فيما أنفقه، مما اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه 5 أمور أنت تسأل عنها فيما يتعلق بك. كم عشت في الدنيا؟ المعدل عشت 60 سنة. طيب، منذ وجب عليك التكليف متى كلفت؟ المعدل 15 سنة وحق عليك القلم، جرى عليك التكليف، يعني عندك 45 سنة من المساءلة. ماذا عملت في اليوم كذا وماذا كذا واليوم لا تزول قدمك حتى تسأل عن هذه ال5 في هذه مدة التكليف. فإذا فرغت من السؤال عن نفسك سئلت عن متعلقاتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تزوجت امرأة عندك منها ولد تسأل عنهما، عندك منها 5 تسأل عنهم، عندك امرأتان وعندك 20 ولد، عندك 4 وعندك 100، لا تزول قدمك يوم القيامة. مقامك مقام طويل جدا. طيب، سيقال لك زوجتك لماذا لم تتحجب؟ هي ستسأل. لا تفرح المرأة تقول هو الذي سيسأل والحمد لله. لا، أنت أيضا ستسألي، لكن هو أيضا سيسأل. زوجتك لماذا لم تتحجب؟ بنتك لماذا لم تتحجب؟ ابنك لماذا لم يكن يصلي؟ ماذا تقول؟ يعني مسألة طويلة. ابنك لماذا فعل كذا؟ بنتك لماذا فعلت كذا؟ بعد هذا الشيء كله بعد أن سئلت أنت عن نفسك. طيب، أنا أسألكم. طبعا هذا السؤال ليس موجها للمتزوجين، هؤلاء فعلوا فعلتهم التي فعلوها. لكن أنا أسأل الشباب، هذا كما قال السؤال، المقبلين على الزواج. يا معشر العقلاء، هل من عاقل يقبل على الزواج بعد أن علم هذا الذي حدثته به؟ ليس من العقل. العقل يحملك على أن تقلل المسؤولية ما استطعت. يعني حتى لو استطعت أن لا تسأل عن نفسك لفعلت، تتبرى من نفسك. أنا نفسي بريء منك ولا تستطيع. طيب، ومع ذلك الناس تتزوج. هذا من الغرائب، هذا من والله من الغرائب. أسيدي أنا جايك الكلام. في المغرب عندنا مثل يقال بالمهل يؤكل بود مجال. فنحن بالمهل إن شاء الله سنأكله جميعا. ما أدري كيف ستترجم لها. فالعاقل هو هذا. لكن مع ذلك لماذا الناس تقتحم هذه العقبة وتغامر هذه المغامرة الخطيرة؟ لما يرجون من حسن العاقبة، لما يرجون من عدم انقطاع العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: يرجون الولد الصالح، هو في الثرى قد بلي، قد أكلته الأرض وما زال الخير يصل إليه، ورث علما، ترك صدقة جارية، ترك بين صلحاء، فعل شيئا. كثر من يباهي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لهذه العلل
يقتحم الناس الزواج. فإذا كنت أنت أيها الولد وأيتها البنت فارغ الذهن من هذا، الأولى لك ألا تتزوج. هذا الأولى لك. إذا تزوجت ليكون عندك هذا الشيء، هذا الهم. أنت لست تتزوج فقط لقضاء وطار، ولا أنت. هذا يفعله البهائم، هذا يفعله المجوس والوثنيون وغيرهم. فما الفضل المسلم على غيره إذا كان قصارى ما يريد من زواجه ما تريده البهيمة؟ لكنك تريد تستحضر أنت تزوجوا كذا فإني مباهي بكم الأمم، فتحب أنت أن تكون أيضا من جملة من يباهى بهم. تحب أيضا أن تكون في جملة من يكثر سواد من يقول لا إله إلا الله. فهذه معاني، يعني هذه نصيحتي للشباب. فإذا كنت تريد هذا فانظر من يعينك عليه، وانظري من يعينك عليه. أنت لا تحتاج من إذا أركبته معك أو أنت أركبتيه معك كان أول من يحفر في السفينة فيغرقها. لا تحتاج مثل هذا ولا تحتاجين مثل هذا. تحتاج وتحتاجين من يعينك على العبادة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها من الماء. نضح يعني الرقي. النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذو ذوق، راقي بذوقه، نضح في الأرض. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه من الماء. التعاون على الخير، التعاون على الخير. عندما يقول ربنا سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تحب أن يكون بيتك ذلك البيت المذكور عند الملأ الأعلى أنه بيت المسلمين، فلهذا تزوج. سمعتوني ولدت؟ إذا ما كانش هذا الشيء لم يكن لهذا فالصيام خير لك.